هنعمل النهاردة مع بعض الكرشة بكل تفاصيلها. شايفين دايبة ازاي؟ حكاية. عايزة اقول لكم ان ريحة الكرشة دي بتدخل على القلب على طول. ريحتها بتكون قلب المكان. واللي مجربش الكرشة دي فايته كتير والله. طعمها بيبقى تحفة يا جماعة، دي من الاكلات بتاعتي المفضلة. اهم حاجة بقى في الكرشة الغسيل بتاعها. هنجيب حاجة كده نحط فيها مية، معلقتين دقيق، طماطماية معصورة، ليموناية، مع معلقتين ملح، ويكون جاهز معانا كده المحلول بتاعنا اللي هننقع فيه الكرشة. خلاص أنا باغسلها غسلة كويسة تحت الحنفية، وبنكون منضفاها جدًا. تمام. أنا بانقعها كده سليمة. وفي مرحلة تانية باغسل بيها الكرشة اللي هي على البوتاجاز زي ما إحنا متعودين كده في الكوارع، بس أنا هنا باعملها سليمة علشان أعرف أقطعها بعد كده. شايفين يا جماعة بيضة زي القشطة ازاي؟ أهم حاجة النضافة يا جماعة في الحاجات ديّة. هننقعها بقى كده لمدة نص ساعة أو ساعة زي ما انتِ تحبي. خلاص. والمرحلة التانية بقى بتاعتنا في الغسيل، معايا حلة على النار فيها معلقة كمون، عصرة ليمون، معايا بقى معلقتين خل كده. هنسيبها تبدأ تدخل في الغليان كده. والكرشة معانا شطفناها شطفة كويسة بعد مرحلة النقع. هنبدأ نحطها بقى في المية كده، أول ما تدخل في الغليان هتلاقيها جمدت كده. نعرف بقى نقطعها. شايفين؟ شايفين المية بتاعتها نضيفة ازاي؟ هنبدأ بقى نشيلها أول ما تبدأ تدخل في الغليان. هتلاقيها جمدت كده. هنا بقى بعرف أقطعها. أول ما نشيلها من هنا هنديها شطفة تحت الحنفية كده، وهنجيب بقى حلة كده تكون فيها مية برضو نحط فيها بقى الكرشة بتاعتنا، وناخدها بقى نقطعها زي ما انتوا شايفين كده. هنقطعها بقى المكعبات اللي انتوا عايزينها. عايزين حجم كبير، حجم صغير، المقاس اللي انتوا عايزينه اعملوه. خلاص كده. انا مش بحبها ايه، كبيرة جدا ولا صغيرة جدا. وبصراحة بحب اكلها بايدي كده، افصصها بايدي كده. في حاجات كده مينفعش تتاكل الا بالايد. فدي من الحاجات اللي بتتاكل بالايد بتبقى طعمها ألذ جدا والله. تمام. شايفين انا بزود ميه اهوت عشان خاطر تبقى نضيفة يعني جدا. هي اصلا اتغسلت وبقت ريحتها تحفة. بنقطعها بقى مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، عايزين تصغروا تكبروا زي ما انتوا حابين اعملوا. شايفين انا خلاص كده جهزتها. بعد ما نخلصها بقى كلها كده هنصفي المية بتاعتنا، ونبدأ نحط بقى معلقة سمنة في الحلة اللي احنا هنسويها فيها. هنحط بصلاية متقطعة صغير، ملح وفلفل اسود، مش بحط عليها اي بهارات. هنبدأ بقى نقلبها كده، نديها تشويحة كده على النار بالمعلقة او تقلبها بالحلة زي ما انا بعمل كده. تشويحتين كده نبدأ بقى نحط عليها شبشق طماطم متصفي. خلاص. وهنسيبها بقى تتسبك بتاعتنا لحد ما المية بتاعتها تتقصد خالص. شايفين هنا اتسبكت، هنحط عليها بقى معلقة سكر عشان الحموضة. ونبدأ بقى نزود عليها المية بتاعتنا. خلاص. المية بنزودها يعني ضعفين بالظبط. هنسيبها تغلي، وأول ما تغلي نبدأ بقى نغطي عليها ونهدي عليها النار لمدة ساعة ونص. بعد الساعة ونص بنبدأ نختبرها كده، بتكون دخلت في التسوية بتاعتنا. هنبدأ بقى نجهز الطشة بتاعتنا. هنا بقى معايا معلقة سمنة كبيرة، معايا راس توم مهروسة، أول ما لونه يبيض كده نبدأ نحط عليه الكمون والكزبرة. تقلبتين كده لونها تصفر، وبعد كده تكون جاهزة معانا الايه الطشة. نبدأ نحطها بقى على الكرشة بتاعتنا. خلاص. هنسيبها بقى في الكمون والثوم كده لمدة نص ساعة تستوي مع بعضها. تمام. علشان تاخد الطعم بتاعنا الجميل. انا هنا باخد كبشتين في نفس الطاسة اللي احنا عاملين فيها الطشة بتاعتنا، علشان تاخد الطعم بتاعنا كله كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. وهنغطي عليها بقى، نهدي عليها النار ونسيبها بقى لمدة نص ساعة زي ما احنا ما اتفقنا. وبتخرج معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. طعم وريحة حكاية. أكل الكرشة ده يا جماعة مزاج، ما يعرفوش غير الناس الأكيلة اللي بتعرف في الأكل كويس. اللي مجربش الكرشة وأكلها لازم ياكلها بالطريقة دي. جربوا الطريقة دي وادعولي. واللي بيحب الكرشة زي كده يقولي في الكومنتات. وكده خلاص خلصنا. أنا أسماء الحمامسي، لايك وشير، مع السلامة.